بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. معاكم بدر البكوري من منطقة المنصورة. إن شاء الله هنشرح موضوع الهاند كاش الجديد يا جماعة. أنا كنت شرحته قبل كده على المدونة. إن شاء الله هبقى هتلاقوا الرابط بتاع الشرح إنك تربطه بماكروتك من النسخة اللي كانت قبل دي. في النسخة دي يا جماعة إن شاء الله الجديدة فيها تكييش الفيس واليوتيوب والمواقع مشفرة والمواقع العادية بسرعة أعلى من السرعة الأولانية، السرعة اللي كانت شغال بيها النسخة اللي قبلها. فيها شوية تعديلات جميل جدا وشغالة متفعلة. فإن شاء الله هنبدأ بموضوع السكريبت. هطبق الشرح إن الاستخدام الشخصي، وبعد كده أنت حبيت تطبقه للميكروتك كامل للشبكة، هتعمل نفس الإعدادات للجهاز الشخصي وتنقله لجهاز الميكروتك نفسه. يعني تاخد منه من كارت اللان إلى كارت الميكروتك منفصل، وتطبق بقية الشرح اللي أنا شرحته قبل كده في المدونة. هسيب لكم برضه الرابط بتاعه وهسيب لكم رابط النسخة. فأهم حاجة النسخة دي يا جماعة مدتها ساعة، بعد الساعة بتفصل فتضطر تشغلها تاني يدوي. فاحنا عملنا لها سكريبت شغال في نفس النسخة بيشتغل اوتوران، وهوريكم طريقة انك تشغل السكريبت بتاعها ازاي. لو انت حاطط النسخة الهاند كاش في الدي، طبعا ان شاء الله لو عملتها ميكروتك تحطها في الدي او على السي زي ما انت عايز. بتسطب لها برنامج الاباتشي سيرفر، وبعد كده عشان يبقى معاك الاي بي اللي هو 127.0.0.1. فانا ان شاء الله شغال بالنسخة اللي هي نسخة سيرفر 2008، نسخة سيرفر ويندوز سيرفر 2008 يا جماعة. عشان خاطر اتفادى موضوع الاباتشي سيرفر. انا مش عاوز انزل اباتشي سيرفر، فكل اللي بعمله ان انا بنزل الديمون او الدومين للنسخة، فبيحل محل الاباتشي سيرفر. فانا لو شغال بنفس النظام ده هتلاقي عندك الابت دايركتوري يوزر اند كمبيوتر، ده بيحل. لو بتعمل دومين للسيرفر عندك بيحل محل اباتشي سيرفر. طبعا دي موضوع لها شرح على النت، انك ازاي تعمل دومين للسيرفر بتاعك بالاباتشي. طبعا انا بلغي موضوع الاباتشي خالص. لو انت هتسطب مجله بتسطب الاباتشي او اللامب سيرفر، مش هتسطب مجله وتكتفي بالهاند كاش بس، بتعملها ويندوز سيرفر او بتنزل الاباتشي زي ما انت عايز، الاسهل ليك والاحسن ليك. فانا بالنسبه لي بجرب نسخه جديده على ويندوز سيرفر 2008 عشان خاطر الدومين بتاعه بيكون اسرع، والنسخه بتكون خفيفه على الجهاز، ويكون الشغل بتاعها اسرع عن اداء الويندوز الاكس بي او ويندوز 7 او ويندوز حتى 10. فهنجرب اللي نشوف النسخه يا جماعه اهيت. هيجي عندنا في الفولدر بتاع السكريبت في النسخه اهيت الهاند كاش. هخش على السكريبت، بيبقى عندي الملفين دول الاوتوران والاوتوران في بي اس. كل اللي بعمله كده بقف على كلمه اوتوران ديت، كليك يمين واقول له اديت. هيفتح لي النسخه بالنوت باد. هيقول لي عندك الهاند كاش نقطتين يساوي على المكان مسار بتاعك السي يوزر ادمنستريتور ديسكتوب هاند كاش، والملف اللي هو بتاع الفي بي اس دوت اللي هو الملف التنفيذي بتاع الاوتوران. طب الكلام ده اجيبه ازاي؟ لو انا غيرت المسار بتاعي، يعني مثلا المسار بتاعنا هو حاليا موجود في السي، يعني موجود على السي على الديسكتوب، بقف على النسخه زي مفتوحه كده، بفتحها اجيب عند الامر التنفيذي ده واقف هنا كده عند المسار ده واتك تكه واحده، فيجيب لي المسار بتاعك اللي في النسخه. طب لو انا حاطه في الدي، هبرضه نفس الحكايه، اقف في الدي وافتح عند الملف التنفيذي كده واقف عند المسار كده واقول له ايه، كليك يمين كوبي، واروح عند الملف ده واجي من اول السي كده، اول نقطتين دول اسيبهم واجي عند لحد هنا كده واقول له كليك يمين بسط. طيب في تغيير هنا حصل، ان هنا بعد كل باك سلاش بعمل علامتين مايلين، لازم يبقى في علامتين مايلين اهو عشان الامر بتاعي يشتغل، واسيب اللي هو الملف في الاخر ده زي ما هو ما بغيروش. الملف زي ما هو في الاخر انا ما بغيروش. طيب احنا كده خلصنا المسار ده، هقفله واقول له سيف. اجي طبعا على الفولدر التاني او الملف التاني ده، اقول برضو كليك يمين واديت، واجي نفس الحكايه برضو عند الستار باتش اللي بتاعنا ده، اقول نفس الحكايه برضو في السي يوزر ادمنستريتور ديسكتوب هاند كاش، اقف نفس الحكايه كده بالظبط اهو يا جماعه، واقول له كليك يمين وبسط. بس ما باخدش في المكان التاني، بقول له هات في نفس المسار اللي فيه الهاند كاش او الفولدر اللي فيه الهاند كاش. تمام، هو بيشغل الامر بتاعه اوتوماتيك من هنا اهي. فانا ما باخدش امر زي اللي كان فات قبل كده، انا باخد بس ان اخدت كوب من فوق واقول له ايه، كليك يمين بسط، نفس الحكايه. طبعا انت لو حاطه في الدي هيبان عندك انك ظاهر في الدي، واقول له اوكي وسيف
تمام. اجي اشغل هنا كده يا جماعه الملف اللي عليه مربعات كتير دوت، اللي هو اخره رج، واقول له دبل كليك ويس واوكي. اجي عند الملف التاني بتاع الاوتوران في بي اس، اول ما اشغله بالظبط 5 ثواني واستنى الاقي الوامب سيرفر الهاند كاش نزل تحت، يعني بالظبط كده 3 4 ثواني والاقي الملف اشتغل معايا. طب يا جماعه هو كده ما اشتغلش معايا، يبقى في عندي مشكله، مش شغال. ارجع تاني الاعدادات اهو، يوزر اند ديسكتوب هاند كاش اوتو ران في بي اس. تمام. اجي هنا ديت اهيت هاند كاش اهو اهي. الملف التنفيذي يا جماعه اهو، لازم احط الملف التنفيذي ده هنا كده جنب دي واقول له سيف اوكي. شغله تاني. يا جماعه معلش الغلطه هنا هي اللي هو المسار هاند كاش، الملف ده هو عايز مكانه فين؟ يعني بعد الهاند كاش المفروض ان انا اختار من هنا، يعني اختار النسخه اللي هي بتاعه التكريك دي من هنا اهي. يعني اجي من اول هنا كده واعمل شرطين مايلين، وهنا برضه الشرطه المايله التانية التانية. يعني اصبح قبل موضوع اوتوران في بي اس اختار اللي هي كلمه سكريبت اللي هو مكان موجود فيها، اللي هو ملف الاوتوران بتاع ده اللي هو الموجود حاليا، واقول له اقفل وسيف وارجع اشغل الملف تاني. يا جماعه الاعداد بيكون طبعا مسار اوتوران في بي اس هيكون تبع السي يوزر ادمنستريتور ديسكتوب هاند كاش، اللي هو الفولدر اللي فيه على الديسكتوب اللي انا عامله باسم هاند كاش. طبعا انا حاطه على السي، لو انت حاطه على الدي المسار بتاعك بيختلف، بتاخده كل حكايه كوبي باست مكان المسار. طيب بقفل ديت واقول له سيف وارجع اشغل الملف هنا اوتوماتيك. واستنى ثواني عشان الملف يشتغل لا. واشتغلت معايا النسخه يا جماعه، بدات تعد معايا النسخه فتحت. نشوف بقى اعدادات النسخه. اول حاجه بختار اللي هي لانش ويندوز ستارت اب، اعلم عليها. طبعا اي اعدادات تقابلنا هسيبها زي ما موجوده في الفيديو بالظبط، ما غيرش. طبعا هنا اول حاجه اللي هو السيرفر 127.0.0.1 بعلم عليه سيبه زي ما هو. هنا لو انت هتنزل على الماكوتيك الايبيهات بتاعتك هتحط اللي هو الرابط او الاي بي بتاع الجهاز المجله او جهاز الماكوتيك اللي تعمل عليه الهاند كاش او الجهاز اللي شغال عليه حاليا، بتعمل له ايباد وتضيف الاي بي بتاعها او رينج الخروج بتاعه هنا وتسيبه زي ما هو. طبعا البورت بتعمله 3128 على جهازك عادي، او عشان تضيفه في الميكروتيك نفس النظام مع متابعة الشرح اللي موجود على المدونة اللي تربطه بيه على الميكروتيك. طبعا برنت بروكس كل حاجة زي ما هي نفس برضه الكلام زي ما هو. الدي ان اس كاش بعلم انيبل او اسيبها زي ما هي، ودي برضه زي ما هي. البورت اهم حاجة موضوع كلمة اللي هي كاش دايركتوري، احدد المسار اللي انا هسيب فيه الكاش فين. طبعا بختار كلمة كاش، اختار كده كوبي واختار المكان اللي هضيف فيه التسييف الكاش. لو انا حاطه في الدي او في الاي بشوف المسار فين واعمل له فولدر واقول له باسم ايه، باسم الكاش. طيب انا عامل السي عندي كبير حاليا وحاطط الهاند كاش على الديسكتوب تمام اهو يا جماعه، وعامل فولدر للكاش. طبعا بفتحه واقول له اوكي، فهو بيحدد المسار بتاعك في نفس المكان اللي انا عاوزه. طبعا موضوع الويندوز سيرفر بتحط في المكان اللي انت عاوزه فولدر الكاش. لو تنزل اباتشي او الوامب سيرفر برضو بتختار جوه برنامج الوامب او الاباتشي، بيكون افضل عشان تعرف مكانه فين بالظبط. وتسيب بقية الاعداد زي ما هي اهيت تمام. ودي الكلين جماعه لو حبيت تمسح الكاش او تفضيه، بس كل اللي بتعمله بتدوس ستارت بيجيب لك المتكيش على الجهاز، وانت بتعلم على كل اول
بتعلم اول، بعد كده تقول له ديليت يمسح لك المكيش في الجهاز، بتفضيه. تمام. ده لو انت عايز تفضي الكاش بتاعك كل فتره زي ما انت عايز، ممكن تحدد له تايم زي ما تحب، او بتسيبه برضه زي ما انت عايز. ده مكان البلوك لو انت عايز تعمل امتدادات معينه ما تخليهاش تحمل او تشتغل. هنا برضو السيف كاش بتعلم انيبل والدونت ابديت، لو انت عندك حاجات مش عايز تعمل ابديت او تشتغل او تحمل برضو بتحطها هنا وتعلم جنبها صح وتفعل الخاصيه بتاعتها. نيجي هنا على الدايركت اللي هو المواقع الاباحيه او المواقع اللي انت مش عايز تفتح او يجي لها صفحه غريبه او مش شغاله. طبعا كده يا جماعه موضوع الهاند كاش طريقه التنصيب بتاعته او التسطيب. نرجع كده للمونيتور نفسه ونصغر الصورة، وأفضل تشغيل له بيكون على طريق برنامج الموزيلا فايرفوكس. نفتح الاتنين مع بعض، وهنشغل تاني حاجة على الموزيلا اللي هو التوثيق بتاع الهاند كاش. بنيجي هنا يا جماعة نختار الأوبشن آخر اختيار والنتورك، بنفعل البورت 127.0.0.1 والبورت بتاعنا 3128. في خطوة هنا كمان اتضافت جديدة اللي هي بتاعة نو بروكسي 4. المكان ده يا جماعة أو الخطوة دي أجيبها منين؟ موجودة عندنا هنا. تسيب لكم ملف بتاع دونت بروكسي، آخد الكلام ده وكده كوبي وأضيفه في الخاصية دي عندي في المكان ده، لو أنا نو بروكسي 4 وأقول له كليك يمين باست وأوكي. كده أنا فعلت الأي بي والبورت. طيب نيجي على موضوع الشهادة، آخر واحدة دي يا جماعة هي بنفعل الشهادة اللي هي موجودة دي، الشهادة عشان تشغل المشفر. نيجي هنا على الفيو ونيجي نختار اللي قبل الأخير قبل الأذر ونقول له امبورت ونختار المكان اللي فيه الشهادة أهو. طبعا أنا كنت مسطبها قبل كده، قالك مسطبها هيجيلك 3 اختيارات تعلم عليهم صح وأوكي. تمام. ده التوثيق بتاع الموزيلا فايرفوكس، ونفس الموضوع برضه التوثيق على جوجل كروم. نيجي أنا كنت مشغل فيديو قبل كده أهو يا جماعة، هاخده كده كوبي وأقفل الفيديو ونفتح الهاند كاش. تمام. ونفتح نشوف كده اللي هو المواقع كلها هي بدأت تعد معايا وتشتغل، بدأت تتكيش. هاجي انا كده اشغل اليوتيوب، هيبدأ يعد معايا طول ما اللي هو الفروم كاش ده اللي بيبقى موجود على الجهاز يا جماعة اللي هو المتكيش نفسه. فتح شوية بقى، اول ما فتحت اليوتيوب خد المتكيش ازاي. طيب اجيب بقى الفيديو اللي انا كنت مشغله، هعمله تشغيل واشوف هيسحب منين، من فوق ولا من تحت. اهو بص يا جماعة الكاش بتاعه عدى على طول مرة واحدة، والعداد جرى مرة واحدة اهو، ما بيسحبش من الانترنت. تمام. هقفل الفيديو تاني اهو وارجع تاني افضي الكاش اللي على المتصفح عشان اتاكد. اهو يا جماعه اللي هو ده الكاش اللي على المتصفح، اعمل له كلر. طبعا كده فضيت الكاش المتصفح وارجع تاني على اليوتيوب واعمل كليك يمين باص، هيجيب لي الموقع شغال اهو. نفس الكاش زاد. شوفوا يا جماعه شغال اهو كانه فيديو عادي بالظبط. طيب نشوف اللي هي الخطوه اللي انا كنت عملتها قبل كده. نجرب كده الفيس يا جماعه اهو. كنت انا مشغل فيديو على الفيس قبل كده اهو. طبعا مكان التكييش ادي الفيس، الفيديو اللي كنت شغال اخر واحد اهو. الكاش عندي اللي هو ده، اللي هو ده يا جماعه اهو. وكده معاكم الهاند كاش نسخه جايه، اسيب لكم الرابط بتاعها وطريقه التكريك وطريقه التشغيل. وطبعا في الدرس اللي قبل كده او الشرح اللي قبل كده كان على المدونه ازاي تربطوا بالميكروتك في النسخه القديمه. كل اللي هتعمله هتبدل القديمه مكان الجديده ديت
وتكرك النسخة بالمدة الزمنية وتشتغل، ومعاك الشهادة وكل حاجة هتشتغل معاك.